يا مساء الفل عليكي احلى اخوات واصحاب في الدنيا، يا رب دايما تبقوا بخير وبصحه وسعاده، اللهم امين. النهارده بقى روتين رغاوي، وان شاء الله كده تستفادي. ولازم تعملي كده كل اسبوع عشان خاطر تلاقي حمامك ريحته حلوه وبينضف. وبصي يعني عايزه اقولك فله شمعة منوره كده، ودايما يبقى ريحته حلوه، وبصوا في لمعان كده وحاجه كده 10 على 10. بس قبل ما ابدا الفيديو هسمي الله وصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد وروتين قمر وان شاء الله يعجبكم. بصوا بقى روتين الرغاوي والميه والصابون، وبحب قوي الروتينات اللي هي فيها صابون كتير ورغاوي. يا رب تكونوا انتوا زيي كمان. بجد هتخلوا الحمام، بصي لازم تعمليه كل اسبوع يبقى عندك حمام نظيف، وبصي نظافة كده عميقة. لازم كل اسبوع تعملي كده عشان حمامك يبقى نظيف، يبقى ريحته حلوة، يبقى بصي بيبرق كده. يلا بسرعة بسرعة خش على الفيديو كده. طبعا لو اول مرة بتشوفيني فانا اخت كبير، ويسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناة. خش بسرعة على القناة وبصي بقى على الفيديوهات، وان شاء الله تتشجعي كده وتاخدي طاقة وباور، وان شاء الله كده تقومي تخلصي كل اللي وراكي. بص بقى النهاردة انا قلت اقوم انعنش كده الحمام، ولازم اعمل كده كل اسبوع نظافة عميقة كده للحمام. قلت لازم ان انا اعملها معاكم عشان انشطكم كده، والناس بقى الكسلانة الناس الحرانة تقوم معايا. يلا قومي خلصي الفيديو وخدي طاقة وباور كده من الفيديو، قومي اعملي الحمام بتاعك عشان خاطر يبقى حمامك بقى من فوق لتحت كده زي الفل. انا كنت طبعا عايزه اجيب معاكم ان انا انضف السخان من فوق عشان فيه تراب، بس والله يا بنات من كتر التعب اللي عندي، طبعا انا رحت الدكتور بقى والضغط عندي، بصوا عايزه اقول لكم يعني بيلعب معايا طالع نازل. فربنا يا رب يشفيني، وادعوا لي دعواتكم كده معايا. ربنا يشفيني ويعافيني يا رب، اللهم امين. انا والله يعني حاولت ان انا اخف كده شويه واسجل لكم الفيديو عشان بس انزل لكم كده، ونبقى كده يعني عايزة اقولك ان احنا نبقى ملتزمين، ناس كده ملتزمة. الناس اللي داخلة جديدة تلاقي بيرو ملتزمة كده، اللهم بارك. وربنا يدينا الصحة يا رب ويديكوا الصحة. طبعا هتقولي لي يا بيرو ازاي بتسجلي وانتي تعبانة؟ هقولك والله العظيم انا استنيت ان انا ارتحت شوية كده، وحاولت اسجل لك بقى الصوت، وعملت لك شوية بقى معجنات عسل. كملي الفيديو لحد الاخر. شوية رول كده بالجبنة، فطاير كده رول، يا لهوي تحفة. بجد والله يا بنات انا عملتها وحاسه يعني كل ما ادي لسعودي واحده اقول له بص ما تاكلش بقى منه عشان خاطر انا حباه، ما تاكلش منه عشان انا حباه من كتر ما انا اصلا يعني عجبني قوي الطعم بتاعه. كملوا الفيديو ان شاء الله هتشوفوه. بصوا بقى خلصت كده الحوض، وعايزه اقول لكم انا بشكر بقى الناس الجديدة اللي دخلت يعني بجد بجد، والناس اللي بتكتب لي كومنتات زي القمر كده زيكم. فعايزة اشكرها جدا واقول لكم تسلم ايديكم وعينيكم يا رب، ما نحرمش منكم. طبعا انا عايزة اقول والله يعني بصوا بالاسم كده، بس ان شاء الله لما فوق كده وارجع لطبيعتي، عشان بجد حاسه ان الضغط عندي طالع نازل بيلعب معايا، والله بيلعب معايا. كل لما انزل اقيس الاقي واطي الاقي عالي مظبوط مش عارفه. فان شاء الله اشوف كده الدكتور، لسه عامله شويه تحاليل كده، فان شاء الله خير. يعني ادعوا لي بقى ربنا يشفيني ويعافيني، وان انا ان شاء الله ارجع لصحتي كده، وان انا اعمل معاكم فيديوهات بقى تشجعكم تاني وتنشطكم كده. طبعا بقى حطي لي لايك كده حلو من ايدك الحلوه، عشان تقديرا كده ان انا يعني بصوا بتعب قوي في الفيديو، وان انا ابعت لكم كده طاقه وباور عشان تقومي كده تخلصي اللي وراكي. بس قلت بقى بصوا يعني عندي المرايه كانت زي الزفت، عندي الحمام عايزه اقولك مبهدل خالص ومتكركب. آه خلصته كده وظبطته وغسلت كل الحيطان، وغسلت كمان عزكم الله عين الحمام ظبطتها. وكمان بصوا دي الخطوة اللي بحبها جدا يا بنات، ان انا لازم انشف كل حاجة استلس، اللي هي الخلاطات اللي هي الحنفيات كل حاجة، عشان خاطر تدي لمعة كده معايا. تمام انا مش بنشف الحيطة، الحيطة بتنشف زي ما هي.
بس كده انا خلصت، ولازم ان انا احط التاتش بتاعي، ان انا اعطر كده بقى. وكمان هويت كمان اللي انا غسلت بيها اللي هي المقشه دي يا بنات. ونخش بقى على المطبخ بقى عشان نعمل شويه رول تحفه بالجبنه كده والفلفل الالوان. رول الفطير تحفه، معجنات كده عسل. لو بتحب المعجنات كملي الفيديو، بجد هيعجبك جدا جدا. انا بجد زي ما قلت لكم تحفه، عجبني. بصوا بقى، هحط معلقتين لبن بودره، هحط معلقتين سكر، وهحط كيس خميره. كيس خميره على قد ايه يا بيرو دقيق؟ هقولك. هحط نص كيلو. انا بقيت خلاص يعني ملتزمه، وعلى كوبايه ميه ملتزمه ان انا احط لكم نص كيلو دقيق، عشان شوشو حبيبتي على طول بتقول لي يا بيرو ما تعمليش كيلو، اعملي نص كيلو دقيق. فانا بصراحه يعني بحب ان انا اشارك معاكم، واي حاجه انتوا عايزينها انا معاكم برضو فيها باذن الله. فحطيت كيس خميره على كوبايه ميه، وبعد كده على نص كيلو دقيق، واحط علبه زبادي، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. تمام. تمام. هقلب بقى الخميره مع السكر مع الميه كويس جدا. سكر وخميره وميه هقلبهم كويس. تمام. ميه دافيه كده. بعد كده بقى هنخل نص كيلو دقيق كويس. تمام. تمام. هحط بقى اللبن البودر، كل الحاجات الجافة، والبيكنج باودر معلقة. وده اهو اللبن، معلقتين لبن بودر. تمام. وكوباية الزبادي بقى احطها عليهم. هتلاقي احلى رور فطاير تحفة. والله يا بنات عسل عسل. بجد كنت باكل منه كل شوية اروح المطبخ اخد لي واحدة. يعني انا مش عايزة اخلصه في نفس الوقت. بصوا يعني الف هنا وشفا، كل شوية اروح وارجع اروح وارجع. جميل قوي للاطفال، للكبار. تشربيه مع كوبايه شاي مع كوبايه لبن عسل. حطيت بقى جبنه تحطي جبنه ما فيهاش ميه كتير. بس ايه، نخلص بس خطوه العجن الاول. هنعجن بقى بزبادي عشان نخلي العجينه كده طريه كده وايه هشه. هعجن بقى كويس كده. بصوا يعني كل العجن كده، هي المقادير كلها مظبوطه. كوبايه ميه بس هتعجني بيها بقى ايه الاربع كوبايات ونص دقيق، اللي هو نص كيلو دقيق. تمام. انا عايزه عجينه تبقى بصوا طريه خالص وما بتلزقش. هتشوفوها معايا دلوقتي. هحط برضو شويه زيت، انا عايزه الم العجينه برضو، فاحط شويه زيت كده. ما احطش بقى دقيق، لا احط شويه زيت الم بقى بيها. بصوا العجينه بقت عسل. بصوا اهو، طريه خالص وملبل اهو. يلا قولوا لي بقى تسلم ايدك يا بيرو بقى في الكومنتات، وان شاء الله هتعجبكم لو انتوا عملتوها وصممتوها كده. يا سلام، يا سلام على الجمال. زي ما قلتلك، مع شوية لبن، مع شوية شاي بلبن. لولادك كده بين الوجبات كده، تديهم مثلا تقطعي لهم كده بالسكينة نصين قبل الغدا. حاجة كده يعني يسد كده جوعهم، بجد بجد حاجة جميلة. هنا كان عندي فلفل الواني يا بنات في الفريزر، اللي انا كنت مفرزاه معاكم. هقطعه كده كويس كده بالسكينة، انا عايزاه صغير ما يبانش. تمام. وطبعا انا جبت جبنة براميلي، اللي هي طبعا من غير مية، اللي هي بتبقى الناشفه دي، او اسطنبولي. انا ما جبتهاش حادقه قوي، جبتها براميلي. تمام. براميلي مزبده. وكنت عندي جبنه اللي هي دومتي، فحطيت عليها. يا ربي لا لا، كان عندي المراعي، سوري، كان عندي المراعي يا بنات اهي. دي العجين قصدي الجبنه بتاعت المراعي. تمام. حطيتهم بقى مع بعض كده، وهقلبهم تقليبه كويسه. يلا حطي لي بقى لايك لو انتي وصلتي لحد هنا، وكملي بقى عشان بصي هتلاقي بقى ايه التشكيل سهل جدا. شويه بقى دقيق كده. خلي عندك شويه كده دقيق في الاخر، عشان ايه نفرد بيهم بقى، عشان العجينه بس ما تلزقش معانا ايه على الكونتر. انا كنت هحطها على القطاعه، بس بعد كده هنقلها كده على الكونتر عشان ايه ابقى براحتي.
بصوا القطاعة مش هتكفي كده ان انا افردها كويس، فاقوم انا هنقلها بصراحة. يلا قومي كده تشجعي، ومية وصابون كده، وصبيني بقى الحمام وخليه زي العسل، زي الفل كده. وقومي كمان اعملي لك شوية كده معجنات، ده في البيت كده. ولو ولادك بقى بصي يعني بيجوعوا كده بسرعة، لا حاولي ان انت تعملي لهم حاجة زي كده منجزة. طبعا حلوة بقى برضو ان شاء الله في المدارس، في اللانش بوكس تحفة. بصوا هي بتنفع في اي حاجة، للحضانة، للمدرسة، للبيت، للنادي، بجد حلوة. بصوا السمك انا عايزة السمك يبقى كده. تمام. بعد كده هفرد بقى عليها بقى الجبنة بالفلفل. حاولي بقى لو انت ما عندكيش فلفل الوان مفيش مشكلة، ما توقفيش. فلفل اخضر عندك تمام. عندك فلفل ايه تاني، اللي هو لو انت حراق مثلا، بس لا عشان الولاد يبقى خليه فلفل عادي. حطي زيتون مقطع برضو، قطعيه خالص كده على القطاعة وخليه بصي ناعم. ايه تاني يا بيرو، حطي ايه تاني انا نسيت. بس بجد في حاجات كتيرة. كنت هقولك سوسيس بس لا ما ينفعش، انا عاوزة جبنة عشان خاطر يبقى دي يعني بصي حاجات ناعمة، انا عاوزة حاجة ناعمة، حاجة ناعمة وتبقى مش ان شاء الله اعمل لكم برضه وصفة كده حلوة بالمعجنات بالسوسيس. يا سلام، تبقى طعمها حلو كده. بيبيعوها برضو الافران، دي برضو انا بشوفها في الافران، بتبقى جواها جبنة كده. هقطع بقى كده بالطول، بصوا يعني حاجات بسيطة رفيع كده، هو كده كده اصلا في خميرة فهيخمر بقى. انا عايزة الفرن يا بنات يبقى شغال، وانتي بتفردي كده الفرن يبقى شغال. لازم يا بنات الفرن يبقى سخن معاكي، عشان خاطر العجينة ما تنشفش منك، تبقى طرية كده وطعمها حلو. هي لو نشفت مش هتبقى حلوة معاكي، انا عاوزاها طرية تمام، ما تعضمش منك، انا عاوزاها تبقى ايه، طريه محتفظه بالطراوه بتاعتها. انت لما تفتحي الفرن من بدري يبقى ده احسن لك، تمام، احسن للعجينه. تمام، مش احسن لك، هو بجو هيبقى حر ونار، بس بصي يعني عشان ولادك بقى نستحمل اي حاجه. هشيل هنا الزيادات اهو بالشكل ده اهو، والف بقى رول يا بنات، وبعد كده هبطط بقى شويه صغيرين. بصوا عسل كده، وتحطي الطرف كده من تحت، الطرف كده تحطيه من تحت اهو، وتحطي بقى في الصينية اهو. بصي من تحت كده، وتبططي كده بسيط. بجد بجد والله العظيم يا بنات، انا بصوا بحلف لكم عشان خاطر انا عجبتني جدا جدا. حسيت ان بصوا يعني عايزة اعملها، بس انا دلوقتي تعبانة والله. انا الفيديو دوت يعني قصدي الرول اللي هو الفطار ده يا بنات عاملاه من بدري، وكنت عايزة انزلها لكم، بس والله يعني كنت بنزل بقى فيديوهات تانية ان هي تشجعكم بقى على الروتين والمية وصابون ورغاوي والكلام ده كله. انا عارفة في ناس ما بتكملش معايا الفيديو عشان خاطر اللي ما بتحبش يعني الفقرة بتاعة المطبخ، بس والله بتستفادوا. انا بعمل لكم حاجات يعني بجد بجد تنفع للولاد وتنفع ليكوا ولجوازاتكوا، بجد حلوة جدا. بصوا انا هنا الصينية عشان اوريكم منظر الفطاير تفتح النفس اصلا، وهي بصوا لسه ما دخلش الفرن كده. بس مش هطول عليكم الفيديو بقى، خلص بسرعة. بعد كده حطي على الوش بقى زي ما انت عاوزة، حطي سمسم او حطي حبة البركة، بس انا بصراحة افضل حبة البركة، افيد من السمسم. حبة البركة فيها فوائد اكتر. السمسم بحس ان هو بيتخن، يعني بيتخن، وغير كده دهون، مش عارفة، بحس ان حبة البركة افيد بصراحة. بس كده بصوا انا هاخد مش هاخد الوشوش يا بنات اللي هو بيض بقى والكلام دوت، لا انا ما بحبش ان انا ادهن اي معجنات بالبيض. بدهن الوش يا بنات، بدهنه بشوية لبن. ما عندكيش لبن، شوية لبن بودرة بتضربيهم كده في مية وتدهني الوش. تمام، انا ما بحبش خالص ان انا ادهن بيض.
بس هنا بصوا بقى، بصوا العسل والجمال. على طول بقى ندخله، وكل الوقت دوت الفرن بيبقى شغال. خلي الفرن عندك شغال عشان تطلع بالطراوة ديت، وما تعضمش منك المعجنات، ما تعضمش منك. تمام. بص هو سخن دلوقتي، فانا قلت اخليه يبرد عشان اعرف اطلعه. هوريكم بقى الطراوة، واوريكم بقى بصوا هش كده قطن جميل. غير الطعم بقى، يعني كل ده غير الطعم. بصوا برضو انا بخليها طرية اكتر، بس والله طلع طرية، بس انا هغطيها بالكيس كده عشان تبقى طرية بقى خالص، وفي نفس الوقت تبرد كده وتاخد راحتها، واطلعها كده بكل سهولة. هغطيها كده بقى بقطعة بكيس، وبعد كده قطعة ايه، فوطة نضيفة كده تبقى بتاعة المعجنات. هنا كنت عاملة رز بلبن، ده كان في فيديو تاني يا بنات. فركزوا في الرول الجبنة، ما تركزوش في سوري مش رز بلبن، بليلة، سوري بليلة. بصوا بقى الجمال والحلاوة. هنا استعنت بقى بالسكينة او الشوكة اهو. بصوا هشة كده وجميلة، وطعمها خطير، والله طعمها خطير. الواحد يتعشى بيها خلاص كده، ياخد له واحدة كده. بصوا هشة قطن كده، قطن. طلعي وتنزلي كده فيها تطلع، بصوا هشة مش مكتومة. وجواها بصوا كده الحروف جبنة بفلفل عسل. يلا اعملوها بقى، وقولوا لي رأيكم بقى في الكومنتات لو عملتوها بإذن الله. خطواتها سهلة جدا وفي أي بيت. وبكده أكون خلصت الفيديو معاكم يا أحلى اخوات وأصحاب في الدنيا، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة، باي.